اكبر غلط بتعمليه في رمضان، بتجهزي البيت كله وما بتجهزيش نفسك. تنظيف، تخزين، تزيين، حتى الفوانيس. برغم كل ده بيبقى اول اسبوع في رمضان تعب واجهاد نفسي وجسدي وتوتر. انا هبه فوزي، NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي ان ايجيبشن جيرل، والنهارده هقولك الغلط اللي كلنا بنقع فيه قبل رمضان. وده لان رمضان بتتعاملي معاه كانه في ضيوف مهمين جايين، ودي حاجه حلوه، فبنلمع الصالون ونملى الثلاجه والفريزر، لكن بننسى اهم حاجه، انتي صاحبه البيت نفسها، زي العروسه اللي بتجهز كل حاجه عشان فرحها، الكوافير والميك اب والقاعه والفستان، بس بتكون منهاره من جوه لانها ما استعدتش نفسيا من جوه للحياه الجديده اللي هي داخله عليها. رمضان يا عزيزتي محتاج نية واضحة، قلب هادي صافي، وحدود واضحة قوية. بس أنا جيت هنا عشان أفكرك وأدعمك، لأن المشكلة الحقيقية في رمضان مش إنك مش منظمة، المشكلة الحقيقية لما تدخليه بنفس النفسية المرهقة. فلو عايزة حقيقي رمضان ده يبقى مختلف مش زي كل سنة، فتابعي السلسلة اللي أنا عملتها لك الأسبوع ده مخصوص بعنوان قبل رمضان، وخلينا نجهزك زي بالظبط ما انتي بتجهزي البيت علشان تخشي رمضان مرتاحة مش مستنزفة. فتابعي عشان احنا هنا دايما بنبني سوا الشخصية اللي قادرة تخلق الحياة اللي طول عمرك بتتمنيها، ورمضان اللي هتفضلي مرتاحة فيه وتحبيه أكتر من كل سنة. وبس خلاص.